السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي الغاليات. واش راكم ملاح؟ ان شاء الله كما تكونوا ملاح. كما كنتو فيا الغاليات اليوم جبت لكم وصفة الكروكي البنات. هذا الكروكي يخرج بزاف بنين البنات. درت فيه واحد المكون سري يخرج لكم الكروكي ولا اروع البنات. راني نقسم لكم منه البنات باش نشهيكم وتجربوا الوصفة البنات. شهيتكم في الجنة ان شاء الله البنات. ونرحب باي ضيف دخل قناتي، نقول لكم البنات مرحبا بكم في قناتكم، وان شاء الله نكون ضيفه خفيفه لكم، وان شاء الله تعجبكم الوصفات اللي راني نقدم لكم فيها. ودوك نوري لكم حبه وشوفوا كيفاش خرج البنات. خرج رائع، شوفوا الشكل تاعو بزاف جميل، والبنه تاعو روعه روعه البنات. خرج طري اللي تحب ديروا محمر تزيد تحمروا، انا نحبو هكا طري، مام ولادي يحبوه طري. نبداو بسم الله في المقادير. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبداو بسم الله. هنايا عندي كيس خميره كيميائيه، عندي 3 بيض وبياض صفر باش نديروه من الفوق، كيس سكر، كيس زيت، وعندي الفارينه البنات. نجيبوا البنات غيسيبيون نديروا هذيك 3 حبات تاع بيض، قلت لكم 3 حبات بيض وبياض والصفار نديروه من الفوق. درت معاه كاس سكر البنات، ونبداو نخلطوه بالباتور البنات. لازم تطلعوه بالباتور باش يخرج لكم بنين ويخرج لكم هشيش. طلعوا بيان هذاك البيض بالباتور حتى يولي لكم هكذا ابيض، ومن بعد ديروا هذاك الكاس تاع الزيت البنات. تقدروا ديروا كاس زيت ولا ديروا كيما درت انا، درت نصف كاس زيت ومعاه نصف كاس مارغرين. خلطت ميلونج بين الزيت والمارغرين. بصح الوصفه تقدروا ديروا كاس زيت فقط، سي با لا بين ديروا لا مارغرين. هكا ديروا وتخلطوا حتى تكملوا كامل هذاك الزيت. نخلطوا هكذا، ومن بعد البنات هكذا لازم تخلطوا بيان هذاك الزيت باش يدخل لنا مع البيض. هذا هو المكون اللي قلت لكم عليه البنات. كون ديروا له هذا المكون اللي هو الجوز البنات. ما تقولوليش الجوز وغالي وكامل البنات. شريت قد 5000 هذا ما كانت طحنتها يخرج لكم ببنين. ودرت له لاغوم تاع الجوز. لا ما عندكمش عطر الجوز ديروا لافاني عادي جدا. هنا درت الفارينه وكيس خميره كيميائيه البنات. كي ديروا له هذيك الكميه الصغيره فقط تاع الجوز، قلت لكم تقدروا تشرو غير قد 10000 ديروا، ما تقدروا ما ديروهاش كامل. هذا مكان وتطحنوه هكا يكون خشين وديروه، وزيدوا ديروا له عطر الجوز. لا ما عندكمش ديروا لافاني عادي جدا. بالكم كي ديروا عطر الجوز مع هذاك الجوز يخرج لكم الكروكي بنه البنات. نتمنى تجربوه بهذه الطريقه، خير ما ديروا له المبشور تاع الليمون ولافاني. هذا البنه تاعو تخرج بزاف هايله. ومن بعد نديروا الفارينه حتى العجينه لازم تكون طريه تلصق في اليد. ردوا بالكم تيبسوها، شوفوا العجينه كيفاش راهي طريه تلصق في اليد. يعني زدت لها الفارينه، ندت لها طبسيه ونص فارينه. راني نخلط هكذا حتى توليني عجينه طريه البنات، كيما العجينه اللي درتها لكم تاع حلوه الطابع. هكيك لازم تكون عجينه طريه. شوفوا العجينه كيفاش راهي طريه. خلوها تريح البنات، هي غير تريح تشرب هذاك ليدام واحد خلوها تريح. انا خليها تريح واحد 20 دقيقه باش نرجع ليها. نتوما غير تشوفوها شربت ليدام بداو تخدموا فيها. هنايا درت ديك الصفر تاع الحبه تاع البيض، درت لها ملعقه صغيره كاكاو باش نديرو من الفوق باش يخرج الشكل تاعو جميل. اللي ما عندهاش تقدر دير غير الصفر البيض ونديرو من الفوق هكذا. هنايا جبت صينيه درت فيها ورقه طبخ، لازم ورقه طبخ باش ما يلصق لكمش. شوفوا العجينه كيفاش راهي كي خليتها ريحت، شوف شربت كامل هذاك ليدام. ومن بعد قسموها على قسمين باسكو هذه الكميه اللي مديتها لكم درت حبه بيض خرج لكم زوج بودان تاع كروكي. ومن بعد تبداو تفتحوا فيها. شوفوا كيفاش تنفتح العجينه بسهوله باسكو شربت هذاك ليدام ديالها. هاهي ليك شوفوا ديروها على شكل حربوش.
ومن بعد نحطوها هكذا في الصينية هكذا البنات. تبداو تفتحوا فيها هكذا بيديكم، تقموها هكذا بالكوبات. عملية سهلة، تحضروه في وقفة. تشعلوا الفرن على درجة حرارة 180 درجة، تقموها هكذا بالكوبات. نديروا البودان دوزيام ثاني، فتحتو نعاود نديرو ثاني في الصينية، بعدوهم على بعضاهم باسكو ينتفخوا البنات. ومن بعد تفتحوه هكذا كما راكم تشوفوا، تقموه كامل هكذا بكوبات، تليسوه كامل هكذا. ومن بعد ديروه يطيب على درجة حرارة 180 درجة. قلت لكم البنات هنا درنا له هذاك صفر البيض اللي درناه بالكاكاو، مشيتو كامل هكذا بالبنسو، تمشوه كامل. صفر حبة بيض تكفيكم. قلتلكم هادو زوج تاع لي بودا. ومن بعد نحكمو الشوكة اللي هي الفرشيطة كما نقولوا حنا في الجزائر، نحكمو الشوكة نديرو هذا الاشكال، نديرو هكذا ومن بعد نخالفو، نديرو هكذا البنات، ديروا هذا الشكل يخرج لكم بزاف جميل البنات. هذا الكروكي يخرج بنين، يخرج روعه البنات. نتمنى تجربوا الوصفه. خير من ديروه اوليو باش تشروا هذيك الشوكولا اللي ديروها من الفوق، اشروا الجوز. على بالكم بلي الجوز صحي سورتو لوليداتنا، وليداتنا راهم يقراو، ديروا لهم هذه الوصفه بزاف صحيه البنات. هاوليك البنات بعد ما طيبته شوفوا كيفاش طاب، يحمر لك من تحت، طفي عليه. ودركا راني نقسم فيه البنات. انا ما نقسموش يكون سخون، كي يبرد قسمته. شوفوا كيفاش راني نقسم، ما تفتت لي ما والو، خرج لي روعه البنات. ولادي يموتوا على هذه الوصفه، يحبوها بزاف. ان شاء الله تعجبكم البنات. ولا عجبتكم البنات ما تنسونيش بكومونتير شباب كيما نتوما، لايك للفيديو. اللي ماهيش مشتركه في القناه حبيبتي الغاليات تشترك في القناه باش يلحقها غير جديد ان شاء الله. نتمنى البنات تجربوا الوصفه، اللي جربتها تكتب لي اراها في التعليقات. اللي ما تحبوش هكا يكون طري البنات تعاود كي تقسموا البنات تعاود تحطوا في الصينيه وتحمروا. انا نحبو هكذا طري، يخرج روعة. وفي الآخر حبيباتي السلام.